الليل ليه أسراره، والبيوت القديمة دايما بتحب تحتفظ بذكرياتها. بس مش كل الذكريات بتبقى حلوة، في ذكريات بتتحول لصرخات وأحداث لو اتعرفت ممكن تقلب حياتك كلها. أنا مش جاي أحكي لك قصة خيالية ولا ببالغ علشان أخضك، اللي هتسمعه دلوقتي حصل بجد، واللي شاركوا فيه لسه عايشين بالكوابيس لحد النهاردة. الليلة على قناة حكاوي البوب هناخدك في رحلة غريبة ومرعبة، رحلة بتبدأ ببيت قديم في حي هادي، وفتاة صغيرة كانت بتتكلم مع حد محدش غيرها بيشوفه، والنهاية هسيبك انت تحكم إذا كانت ديت لعنة ولا سر مدفون تحت التراب. يلا بينا نبدأ، بس أهم حاجة حضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. شقة رقم 6، كل اللي سكن فيها اختفى أو اتجنن. كان في عمارة قديمة في شارع جانبي في حي من أحياء مصر الجديدة. عمارة شكلها عادي، 5 أدوار، سكانها ناس هادية، مفيش أي حاجة تديك إحساس بالخطر. بس كل ما حد يعدي من قدام باب الشقة رقم 6 بيحس إن في حاجة بتبص عليه من ورا العين السحرية. الشقة ديت على طول مقفولة، مش بس مقفولة، لأ، مقفولة من سنين. وكل ما السكان الجداد يسألوا عنها البواب يقول لهم نفس الجملة كل مرة: سيبكم منها، دي شقة نحس معرفتش تشيل أي سكان. واللي ما يعرفش يفتكر إنها خرافة أو كلام عواجيز، بس الحقيقة اللي حصل جوه الشقة ديت محدش قدر يفسره. وكل ما حد يحاول يسكن فيها يا إما بيختفي يا إما بيتجنن يا بيخرج منها بعد يومين وهو مش فاكر حتى اسمه. سيف شاب عنده 30 سنة، بيشتغل مصور حر، طبيعته هادية جدا وعايش لوحده بعد ما أهله سابوه وسافروا للخليج. كان بيدور على شقة إيجار جديد لحد ما واحد صاحبه قاله في شقة جامدة قوي وموقعها حلو وسعرها حنين شوية، بس فيها حاجة غريبة كده. سيف ضحك كده باستهزاء وهو بيقوله غريبة؟ يعني مسكونة يعني؟ ولا فيها عفريت بيغسل المواعين؟ سيف خد العنوان وراح علشان يشوفها، والعنوان كان العمارة رقم 8، شارع الأندلس، الدور التاني، شقة رقم 6. أول ما دخل العمارة حس بحاجة مش قادر يفسرها. المكان كله كان بارد بطريقة مش طبيعية، كأن الهوا تقيل وكأن في عينين بتتفرج عليه وهو طالع السلم. وصل عند باب الشقة ولقاها واسعة ونضيفة، مش باين عليها انها مقفولة بقالها سنين والكلام ده، بس في ريحة تراب قديم شويتين وهدوء غريب جدا اللي خلاه يمشي جواها بهدوء كأنه داخل مكان مقدس او مكان مسكون. سيف قرر ياخد الشقة، مضى العقد بنفس اليوم والبواب ما نطقش ولا كلمة. بس قبل ما يمشي البواب بصله كده وقال له لو سمعت اي صوت ما تفتحش الباب. سيف برضه ضحك نفس الضحكة المستفزة وقال له صوت ايه يعني؟ انا اصلا ساكن لوحدي. البواب بصله تاني وقال له بنفس النبرة انا قلتلك اللي عندي، لو سمعت اي صوت ما تفتحش الباب. اول ليلة كل حاجة كانت ماشية تمام. سيف قعد يظبط الكاميرا بتاعته، ركب النت وطلب اكل. بس الساعة 3:15 قبل الفجر سمع صوت جاي من جوه من المطبخ، تك 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 تك، صوت حاجة بتتجر على الأرض. راح يفتح نور المطبخ، مفيش حاجة، بس لما بص على الأرض لاحظ إن في خطوط تراب مرسومة على البلاط، كأن حد كان بيزحف على الأرض. حاول يضحك على نفسه وقال أكيد أنا تعبان ولا الريحة القديمة مأثرة عليا شويتين. رجع علشان ينام، بس وهو مغمض عينه سمع الصوت تاني، بس المرة دي كان جاي من جوه اوضته. خلي بالك بقى انت وهو علشان احنا دلوقتي هنبدأ الرعب الحقيقي. سيف كان نايم، او بمعنى اصح بيحاول ينام، بس الصوت رجع تاني. المرة دي مش من المطبخ، الصوت جاي من اوضته ذات نفسها. صوت حاجة بتتحرك ببطء وبتتجرجر جرجرة خفيفة كأنها بتتسحب من رجليها. فتح عينه بسرعة،
النور كان مقفول، بس في نور بسيط جاي من الشباك، كفاية يشوف ان في ظل بني ادم واقف في اخر الاوضة، واقف وما بيتحركش. سيف سكت، قلبه بيخبط بسرعة، شد موبايله وفتح الكشاف. مفيش حد، بس في علامة على الارض، شكل تراب، كأن حد واقف مكانه بقاله كتير، وكأن الارض تحت رجليه اتغيرت. سيف خرج من الأوضة ووقف في الصالة، بص حواليه، سمع صوت همسة، صوت واطي جدا من ورا ظهره بيقول ارجع. سيف وقتها اتجمد في مكانه، لف بسرعة، برضه مفيش أي حد، بس باب الأوضة كان بيتقفل ببطء لوحده من غير ما حد يقرب له. مين أصلا اللي هيقرب؟ ما هو عايش لوحده. تاني يوم سيف قرر يروق الشقة، يمكن مجرد توتر. فتح الشبابيك، دخل الشمس وقال أنا مش هخلي أوهامي تضحك عليا. بس بعد الظهر وهو بيكنس أوضة صغيرة ملزوقة جنب المطبخ، كانت مقفولة أول يوم، لقى جواها مراية قديمة جدا فيها بقع سودا كتيرة، وورا المراية كان في صورة قديمة محطوطة في فتحة جوه الحيطة. الصورة كانت لعيلة، راجل وست وطفلة صغيرة، بس الوشوش بتاعتهم مش واضحة تماما. الست عينيها سودة جدا كأنها بتبص عليه من جوه الصورة. سيف وقتها خبى الصورة وقال يركز في شغله، لكن أول ما الليل جه وسكت كل الأصوات، سمع صوت ست كبيرة بتتكلم من بعيد، صوت خشن كأنها بتقول سوسن تعالي هنا، ما تسيبيش اللعبة مفتوحة. سيف خرج من أوضته بسرعة، الصوت كان جاي من الأوضة الصغيرة اللي فيها المراية. فتح الباب، مفيش أي حد، بس المراية كان باين فيها وش مش وشه، أيوة خيال حد تاني باصص عليه من جوه وبيقرب. سيف بدأ يدور، نزل سأل البواب، الراجل اتلبش وقال له أنا حذرتك بس انت دماغك ناشفة. ولما ضغط عليه شوية قال له الشقة دي زمان كانت لست عجوزة اسمها نرجس هانم، عاشت فيها هي وبنتها الصغيرة. الناس كانت بتسمع صريخ من جوه الشقة، بس لما البوليس دخل لقوا الشقة فاضية، البنت اختفت والأم لقوها قاعدة قدام المراية مش بتتحرك. فضلت كده أسبوعين لحد ما ماتت، ومن وقتها أي حد بيسكن هنا بيشوف الطفلة وبيسمع صوت أمها، بس دايما بيكون متأخر لأن اللعبة بتكون بدأت خلاص. سيف رجع الشقة وهو مرعوب، حاول يقنع نفسه إن كل دي تخيلات، بس لما دخل الأوضة الصغيرة لقى على الأرض لعبة عروسة ما كانتش موجودة قبل كده، وأول مرة يشوفها جوه الشقة. اللعبة كانت باين عليها قديمة جدا، فيها تراب ومتعفنة شويتين تلاتة، بس الغريب بطن اللعبة مفتوح وكأن حد كان بيخبي جواها حاجة. جوه اللعبة كان في كتاب صغير مكتوب عليه بخط ايد طفلة لو سمعت ماما اقفل ودانك، لو شفتني ما تبصليش، لو فتحت الباب اللعبة مش هتخلص. سيف ما قدرش يكمل، جمع حاجته وقرر يخرج جري من الشقة، بس أول ما فتح الباب لقى نفس الصورة اللي شافها ورا المراية مرمية على الأرض، بس المرة دي وشه هو اللي كان ظاهر فيها، بقى مطبوع مكان الراجل اللي كان في الصورة. واللي حصل بعد كده إن سيف اختفى. آخر مرة حد شافه كان نازل من العمارة نص الليل ووشه شاحب ومش بيبص لحد. الشقة بعدها فضلت مقفولة زي عوايدها، والبواب بقى يرد على أي حد يسأل نفس الرد، شقة رقم 6 سيبك منها يا ابني، دي مش بتشيل بشر. لكن من كام أسبوع في سكان جداد سكنوا الدور التاني وبيحلفوا إنهم كل يوم الساعة 3:15 قبل الفجر بيسمعوا صوت جاي من الشقة المقفولة، صوت ست كبيرة بتنده على سوسن، والشباك كان بيفتح لوحده ويتقفل، وكل اللي بيعدي من تحت العمارة بيحس إن في عينين بتتفرج عليه من ورا سترابيضة في شقة رقم 6. دي كانت حكايتنا النهاردة على قناة حكاوي البوب. ما تنساش تقول لي رأيك في التعليقات. تصبحوا على خير.